عمرك سألت نفسك العربية بتمشي ازاي؟ طب ازاي وقود وهواء بيقدروا يحركوا عربية ممكن وزنها يوصل لأكتر من 2 طن ويخليها تجري على الطريق عادي جدا؟ أنا مؤمن الوزير، والنهارده هنفهم ببساطة ايه هي محركات الاحتراق الداخلي وازاي بتشتغل بدون تعقيد. قبل ما نكمل الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو بتشوفوا الفيديو من اليوتيوب بفكركم بالاشتراك في القناة وتفعلوا الإشعارات، ولو بتتفرجوا من الفيسبوك ما تنسوش لايك وفولو البيج عشان تتابعوا أخبار العربيات أول بأول. طب أولا كده، يعني ايه كلمة محرك احتراق داخلي أو internal combustion engine أو زي ما بيسموها واختصارا ليه ICE؟ ببساطة كده، محركات الاحتراق الداخلي هي عبارة عن محركات أو قطع هندسية بيتم عملية احتراق جواها. الاحتراق ده بيكون عن طريق خليط بين الوقود والهواء، والخليط بتاع الوقود والهواء ده بيتحول لطاقة حرارية، منها لطاقة حركية، ومن بعدها نقدر ان احنا نحرك العربية دي. ببساطة مفهوم محركات الاحتراق الداخلي. ممكن حد يجي يتفزلك كده ويقول لي ليه هو في محركات احتراق خارجي؟ هقول لك اه طبعا موجودة، ولكن ما بتستخدمش في العربيات. زي ايه محركات الاحتراق الخارجي؟ للمعلومات تبقى موجودة في محطات توليد الكهرباء، وزمان كانت بتستخدم القطارات اللي كانت بتتحرك عن طريق الفحم اللي هي بالطاقه البخاريه. بس مش هنتطرق للمواضيع دي قوي لان هي مش مستخدمه اصلا في العربيات. طيب ايه هي مكونات محرك الاحتراق الداخلي؟ في عندنا 3 مكونات رئيسيه. كل محركات الاحتراق الداخلي لازم تكون فيها المكونات دي. اول حاجه وهي الانجن بلوك او البلوكه زي ما بنسميها، وتاني حاجه وهي وش السلندر او الانجن هيد، واخر حاجه بتكون الاويل بان او كارتيره الزيت. الثلاث اجزاء دول بيكونوا راكبين على بعض وبينهم جوانات رقيقه جدا عشان ما يتسربش اي سوائل لخارج المحرك، وكمان بيكونوا مربوطين بمسامير. نيجي لاول حاجه وهي البلوكه او الانجن بلوك، وهي دي حجر الاساس زي ما قلنا في اي محرك احتراق داخلي. بيكون جواها غرف احتراق او سلندرز، دي اللي بيتم جواها حرق الخليط بتاع الوقود والهواء اللي بيكون جواها. وكمان جوه الغرفه بيكون في حاجه اسمها البساتم، والبساتم دي اللي بتتحرك لفوق وتحت، وبتكون متوصله عن طريق عمود الكرنك اللي بيبقى موجود تحت خالص في البلوكه، وبيكونوا متوصلين ببعض. يعني البستم وعمود الكرنك بيكونوا متوصلين ببعض بحاجه اسمها دراع التوصيل او الكونكتنج رود، وده دوره انه يوصل الحركه من البستم لعمود الكرنك، ودور عمود الكرنك انه يحول الحركه التردديه دي للفلاي ويل، وبعد كده نبدا نوصلها للفتيس ومن ثم للعجلات. تاني جزء وهو وش السلندر، ده بيكون راكب فوق البلوكه وبيكون مشتمل على عمود الكرنك، الصبابات والبوجيهات. اول حاجه وهي الصبابات. الصبابات دي هي العامل الرئيسي لدخول الخليط بتاع الوقود والهواء وخروج غاز العادم لجوه غرفه الاحتراق. تاني حاجه وهي عمود الكماد. عمود الكماد ده وظيفته ان هو بقى زي ما نشوف شكله، بيبقى شكله محدب او في حدبات. الحدبات دي بتضغط بطريقه ما او بتوقيت معين، بتضغط على الصمامات او الصبابات بحيث ان هي تفتح بمقدار معين لمده زمنيه معينه عشان تمرر جواها او تعدي لجوه غرفه الاحتراق خليط الوقود والهواء، وبعد كده ترجع تضغط تاني على الصبابات او الفالفز بتاعه الاكزوست بتاعه العادم عشان لما نخلص الاشواط بتاعه الاحتراق يبدا يخرج غاز العادم تاني. تالت حاجه وهي البوجيهات، وهي المسؤوله عن اشعال الخليط بتاع الوقود والهواء جوه غرفه الاحتراق عشان يحصل انفجار وناخد منه القوه او الطاقه. تالت حاجه واخر حاجه في مكونات الموتور وهي الاويل بان او كارتيره الزيت. كارتيره الزيت دي تبقى اخر قطعه تحت خالص، ووظيفتها الرئيسيه ان هي تجمع كل الزيت اللي موجود في الموتور. لما العربيه تطفي يجمع الزيت كله في اخر الكارتيره تحت، طبعا بتكون متوصله مباشره بترمبه الزيت. ترمبه الزيت دي بتوزع الزيت على اجزاء الموتور كلها بالكامل. تعالوا بقى نتكلم ازاي بقى محركات الاحتراق الداخلي بتشتغل. محركات الاحتراق الداخلي بتشتغل بنظامين مشهورين جدا، يا اما نظام 4 اشواط يا اما نظام الشوطين. نظام الشوطين ده مشهور اكتر في الموتوسيكلات، ولكن الاربع اشواط ده اللي منتشر في العربيات. الاربع اشواط اللي موجودين عندنا، اول واحد شوط السحب، تاني حاجه شوط الضغط، تالت حاجه شوط الاشتعال او الاشعال، ورابع حاجه شوط العادم. اول حاجه شوط السحب. في شوط السحب البستن بينزل لتحت خالص لاقل نقطه هو يقدر يوصل لها، وهي نقطه اسمها البوتوم ديد سنتر او النقطه الميته السفلى. بمعنى ان دي اقل نقطه السلندر البستم يقدر ان هو يوصل لها. بعد كده بيبدا الصمام او الصباب ان هو يفتح ويدخل خليط الوقود والهواء، وبعد كده ترجع الصباب يقفل تاني. بعد كده نبدا على الشوط التاني وهو شوط الضغط. شوط الضغط ده هو البستم بيبدا يطلع لاعلى نقطه ويقدر يوصل لها في غرفه الاحتراق، النقطه الميته العليا، ودي اقصى نقطه هو السلندر يقدر يوصل لها، وبيضغط كل الخليط اللي كان موجود في كل الغرفه بيضغطوا لاعلى نقطه فوق خالص. يعني غالبا بتبقى ما بين 12 او 14 لواحد، بمعنى ان بدل ما كان الحيز اللي كان الخليط ده بياخده 12 نقطه بقى بياخد نقطه واحده بس. انتوا متخيلين حجم الضغط اللي بيبقى جوه غرفه الاحتراق عامل ازاي؟ بعد ما بنقفل الصمامات ونرفع البستم لاخر نقطه ويقدر يوصل لها فوق، بيجي بقى عندنا الشوط الثالث وهو شوط الاشعال. شوط الاشعال هنا بنبدا بقى نعتمد على البوجيه بحيث ان هو يرمي شراره
تعمل اشعال او انفجار للخليط اللي كان موجود جوه غرفه الاحتراق. بالتالي الانفجار ده يولد طاقه كبيره جدا، تبدا ان هي تضغط على البستم بقوه بحيث ان هي ينزل لاخر نقطه تاني اللي هي البوتوم ديد سنتر تاني عشان يبدا يولد طاقه، والطاقه دي تبدا تتحرك او تبدا ان هي تحرك العربيه. يعني الشوط الثالث هو اهم شوط يعتبر، لان ده الشوط بتاع الطاقه. طبعا بعد ما شوط الاشعال ده بيحصل بينتج عندنا غازات العادم اللي بتبقى موجوده جوه غرفه الاحتراق. عشان غرفه الاحتراق تنضف او يبدا ان احنا نطلع العادم منها، يفتح صباب تاني مختص بتاع الاكزوست او بتاع العادم، بيبدا عمود الكمات يضغط عليه تاني بحيث ان هو ينزل لتحت جوه الغرفه، والغاز بتاع العادم يبدا يطلع. طبعا غاز العادم بيطلع بسبب ضغط السلندر تاني، ضغط البستم تاني لفوق، بيطلع لفوق تاني عشان يطلع الغاز العادم. وبعد كده يبدا الصباب بتاع غاز العادم يقفل، ونبدا نعيد الكره من اول وجديد. دي كده الاربع اشواط الاساسيه اللي احنا بنشتغل بيها في مواتير العربيات. طبعا اشواط الاحتراق دي بتحصل الاف المرات طول ما الموتور شغال. برضو لمعلوماتكم، عمود الكرنك اللي موجود تحت خالص في البلوكه ده بيلف مرتين مقابل لفه واحده مع عمود الكمات اللي بيبقى موجود في الانجن هيد اللي بيبقى موجود في وش السلندر فوق. وطول ما عمود الكرنك ده بيلف بنلاقي عندنا حاجه اسمها الار بي ام او ريفولوشنز بير مينيت، اللي هو عدد لفات عمود الكرنك في الدقيقه او عدد لفات الموتور في الدقيقه. وطبعا الموتور فيه انظمه كتير مساعده ليه بتشتغل عشان الموتور يشتغل بكفاءه واستقرار، ودول طبعا هنشرحهم في فيديوهات تانية. من اهم الانظمه دي هو نظام التبريد ونظام التزييت ونظام الوقود. ونقطه مهمه لازم تعرفوها ان الاشواط دي ثابته مهما كان عدد السلندرات، سواء 3 سلندر 4 سلندر 6 8 او لحد 12 سلندر، فما فيش اي اختلاف خالص مع عدد السلندرات طالما هو محرك احتراق داخلي موجود في عربيه من 4 اشواط. محركات الاحتراق الداخلي هي فكره بسيطه جدا، احتراق بيولد طاقه، وده اللي بيخليه معجزه هندسيه في حد ذاته. كان معاكم مؤمن وزير، واشوفكم في فيديو جاي على خير.